بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي القادر الكريم الغافر، نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم من كل عدو غادر ومن كل حاسد ماكر، وأن ينفعنا وإياكم جميعا ببركات سيدنا المهاجر، وأن يستجيب لنا ولكم الدعوات، ويحفظنا ويحفظكم من كل الآفات والعاهات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وإمام الغادات، سيد المرسلين وخاتم النبيين وصاحب المعجزات والحجج القاطعة والبراهين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى ومن تنفسات هذا الزمان في القرن الخامس عشر أن يتم هذا الجمع العظيم، وأن تعقد هذه الجموع الغفيرة لزيارة الإمام العظيم جد آل بعلوي كلهم أينما كانوا وحيثما كانوا. فالحمد لله الذي وفقنا ووفقكم لحضور هذه المناسبة العظيمة، ونسأله تبارك وتعالى ألا ينصرف كل واحد منا إلا مقضي الحوائج، فمن كان مريضا ربنا يشفيه، ومن كانت له حاجة ربنا يقضيها، ومن كان مرتكبا للخطايا والسيئات نسأل الله أن يتوب عليه وأن يجعله من أهل الخير، وأن يعاملنا جميعا معاملته لأهل الخير. وقد وردنا إلى هذه المناسبة حول سيدنا الإمام المهاجر الذي استقر بحضرموت في مثل هذا اليوم عام 318 أو 19 هجرية، وان تنقل من بلد إلى بلاد حتى استقر في هذه المدينة التي يقال لها الحسيسة، وقد خربها أحد السلاطين الظلمة ويقال له الصبراتي في القرن الثامن الهجري، وكانت معمورة وأهلة بالسكان حتى انتقل فيها سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى عام 345 هجرية 345 هجرية، حتى توفي فيها وعام 345 هجرية، وقبره معروف يرى كالشمس رابعة النهار. وكان له الآن منذ توفي إلى الآن نحو 1000 سنة و87 سنة، له هذه المدة الطويلة، واسمه مذكور في كل البقاع وفي كل الأماكن، وذريته منتشرة في جميع الدنيا يبلغ عددهم ملايين الملايين. جعل الله له في ذريته الخير والبركة، فكم فيهم من علماء وكم فيهم من دعاء إلى الله تبارك وتعالى فيما مضى، ونرجو الله أيضا أن يديم البركة في المستقبل إلى يوم القيامة إن شاء الله. قال سيدنا الإمام الحداد من البصرة الخضراء يخترق القرى ويلحق أغوارا بها بأكامي، إلى أن أتى الوادي المبارك فارتأى ومد به أطنابه بزمامه، وقال بذرية مذمومة بزمامه. قال علماء التاريخ كان وجود سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى في البصرة بالعراق عام 272 أو 73 هجرية، وبقي هناك بالعراق مدة طويلة، وتلقى فيها العلم وحفظ القرآن الكريم،
وأخذ عن كثير من علماء العراق في شتى الفنون وفي شتى العلوم، حتى أصبح راسخا ودرس المذاهب كلها الموجودة في عصره والموجودة قبل وجوده، ولكنه استقر أخيرا على مذهب الإمام الشافعي بعد أن عرف ما في المذهب الإمامي من مخالفات وسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتقل إلى مذهب الإمام الشافعي ونشره بحضرموت حتى انتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى. بقي سيدنا المهاجر في العراق، فبدأت الفتن تظهر في العراق، ومن أشدها وأخطرها فتنة الغرامطة وفتنة الزنوج، الذين ذهبت ضحية فتنتهم عشرات الألوف من المسلمين. فلما رأى سيدنا المهاجر كثرة الفتن التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن من ورائكم فتنا يصبح الرجل فيها مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح مسلما ويصبح كافرا. انتقل فرأى وجمع أسرته وتشاوروا في الانتقال من العراق امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمر أمته بالهجرة من أي بلد لا يستطيع الإنسان ولم يتمكن من إقامة شعائر دينه إلا بالهجرة. فهاجر ومعه مجموعة من أسرته وبعض أولاد صلب نحو 70 شخصا تقريبا. هاجر ووصل الهجرة إلى المدينة المنورة. قال علماء الحديث والتفسير: الهجرة هي معناه الانتقال من بلاد لا تستطيع ولا تتمكن أن تقيم فيها شعائر دينك، فيجب أن تهاجر منها إلى بلد تستطيع إقامة دينك وتربي أولادك على الإسلام. وقد هاجر نبي الله إبراهيم من العراق إلى فلسطين، كما قال تعالى حكاية عنه: وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. كما هاجر سيدنا عيسى أيضا من الناصرة إلى فلسطين. وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، مع أنها أفضل البلدان بإذن الله تبارك وتعالى، نظرا لعدم تمكنه وأصحابه من إقامة الشعائر الدينية، فأمروا بالهجرة إلى المدينة المنورة. فهكذا سيدنا المهاجر اقتدى بأولئك من مضى من الأنبياء والمرسلين، فهاجر إلى الحرمين الشريفين. وكان معه سيدنا محمد بن سليمان الأهدل جد آل الأهدل، ومعه سيدنا أحمد القديمي جد آل بني قديم. فحجوا عام 1318 هجرية، فأن في عام 317 هجرية حصلت الفتن الخطيرة الكبيرة، حتى إن هذا أبو طاهر القرمطي دخل إلى المسجد الحرام بفرسه وانتزع الحجر الأسود من مكانه ووضع سيفه في الحجاج والطائفين في 8 ذي الحجة، فقتل في المسجد الحرام نحو 30,000 تقريبا، وقتل خارج المسجد الحرام نحو 300,000 تقريبا. فبعد أن هدأت الفتن عام 318 هجرية، توجه
لحج بيت الله الحرام، ثم ظهرت له إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى اليمن، فانتقل من اليمن ومتنقلا من بلد إلى بلاد، وكان ذا ثروة هائلة، فهو هاجر ليس للتجارة الدنيوية ولكن للتجارة الأخروية، هاجر لنشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولنشر الإسلام، كما هاجر معه كما قلنا سيدنا أحمد بن سليمان الأهدل، سيدنا محمد بن سليمان الأهدل، وسيدنا أحمد القديمي، فتنقلوا. وكان مع سيدنا المهاجر وأسرته نحو حملة نحو 12 جمال كلها سبائك ذهب، أنفقها أكثرها في طريقه إلى اليمن. فاستقر سيدنا محمد الأهدل وسيدنا أحمد القديمي في شمال اليمن، وواصل سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى السير حتى وصل إلى قرية في دوعا تسمى الجبيل، واستقر بها، وكان سكانها من المحبين لأهل البيت النبوي، وتزوج هناك وأولد ولدا ما زال قبره معروفا إلى اليوم والليلة. ثم انتقل من الجبيل إلى الهجرين، وهناك مكث مدة طويلة، وكان أهل الهجرين من أهل السنة والجماعة ومحبون أهل البيت النبوي، فاستقر عندهم وبنى بيتا ما زالت آثاره باقية إلى اليوم والليلة. ثم بعد فترة انتقل من الهجرين إلى غارة بني قشير، وكان أهل الهجرين ناصروه وأيدوه، ولا سيما قبيلة العفيف، وانتقل إلى قرية إلى بني قشير، وأخيرا انتقل إلى هذه المنطقة، إلى هذه القرية التي تسمى الحسيسة. ثم أن أولاده رضي الله عنهم تدرجوا بالدخول إلى مدينة تريم، وكانت مدينة تريم وحضرموت عموما يحكمها الأباضية، فأكثر العلماء على أنه أقنعهم بالحجة حتى استسلموا وانقادوا للحق، وبهذا طهر هذا الإمام العظيم وادي حضرموت من تلك العقائد الفاسدة. ثم دخل أولاده وتنقلوا حتى كان سيدنا علي بن علوي خالع قسم، والذي كان إذا قال في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يسمع الرد من النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة، فكان الناس يأتون للصلاة خلفه من أماكن بعيدة ليتشرفوا بسماع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا هو أول من استقر بمدينة تريم، وأول رجل من أهل البيت النبوي دفن في مقبرة زنبل المعروفة بتريم. وتسلسل العلم في ذرية هذا الإمام العظيم، وتعددت القبائل من آل علوي من ذرية هذا الإمام العظيم، فكان أول قبائل ظهرت في القرن الخامس الهجري قبل وجود سيدنا الفقيه المقدم قبيلة آل بن عبد الملك أو قبيلة آل خان، والذين ينتسبون إلى سيدنا عبد الملك بن علوي عم الفقيه، ومنهم الأولياء التسعة الذين هاجروا من حضرموت إلى الهند أولا، ومكثوا هناك نحو 100 سنة حتى كثروا، ومنهم الذين نشروا هناك الإسلام حتى حولوا الهند من بلاد كافرة
إلى بلاد إسلامية ثم